اذا احنا خلصنا الوحده الاولى وداخلين على الوحده الكام؟ داخلين على الوحده الثانيه. طبعا يا مستر، واستفدنا في الشرح وخدنا الوحده الاولى ودهسناها اللي كانت بتحكي عن الالزام والضروره، والان حان موعد الوحده الثانيه بتحكي عن جزء مهم جدا 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 جدا. ايه هو؟ الا وهي الصفات. يونت 2 بتحكي عنها يا مستر، بتحكي عن the adjectives. طب وانت بقى هتشرح ايه في الادجكتيفز يا مستر؟ هشرحها بشكل تراكمي. تراكمي ما احنا خدناها في الميني كورس. لا، في الميني كورس حاجة، ولما نقعد نراجع حاجة تانية. يعني ايه مش فاهم؟ هقول لك يعني ايه. طب بتعمل ايه يا مستر؟ بديك طبعا الجزء الايه اللولبي في الامر. هتحكي عن ايه يا مستر؟ هنحكي عن الصفات. هنحكي عن ايه؟ الصفات. احنا هنحكي بقى كلام جامد جامد جدا جامد جدا. هنحكي عن الصفات من الاول. اول حاجة لازم تعرفها عن الصفات ذا صفة. يعني the adjective تصف الاسم. describe is a noun. yes. الصفة تصف الاسم. لما اجي اقول لك my friends اصدقائي are lazy كسالة at school في المدرسة. فين يا مستر الصفة؟ lazy. طب وصفت مين؟ my friends. كلمة my friends lazy وصفتهم. يبقى the adjective describes the noun تصف الاسم. اتنين. الصفة مالها مستر؟ يأتي بينها وبين الاسم إما verb to be إما أفعال الشعور والحواس. يا مستر أيوه، أفعال الشعور والحواس بيجي بعدها صفات، مع إنها نوع من أنواع الأفعال الأساسية، بس يجي بعدها صفة. إزاي؟ لما أجي أقول لك الواد عمر is delighted مبسوط. فين الصفة؟ delighted. مين اللي قاعد بينها وبين الاسم؟ verb to be. زي ما اجي اقول لك they feel disappointed هم محبطين. disappointed اجي اقول لك disappointed today اليوم. فين يا مستر؟ ادي فيه الشعور وحواس وادي الصفة. اجي اقول لك this food هذا الطعام، واجي اقول لك tastes مذاقه delicious لذيذ. فين الصفة؟ delicious وقبليها شعور وحواس اليمين taste شعور وحواس وادي الاسم this food. حلو يعني. طيب ماشي يا مستر. يبقى الصفة تصف الاسم. بين الصفة والاسم بيقعد فيرب تو بي اما افعال الشعور والايه والحواس. 2 أو 3. الصفة تأتي بعد الاسم. بتيجي بعد الاسم. صفة بتيجي بعد الاسم. اي. وهنا لا تسبق بأولان. ليه يا مستر؟ لأنها جاية بعد الاسم. أجي أقول لك this student هذا الطالب is clever شاطر in English في اللغة الإنجليزية. طب هنا فين يا مستر الصفة؟ الصفة clever وصفت the student. هنا الصفة جاية بعد الاسم، ولما تيجي لوحدها لا تسبق بأوان. ما ينفعش أقول لك a clever، غلط. الصفة لوحديها لا تسبق لا بأ ولا آن. غلط إن أنا أحط قبلها أوان إذا جت بعد الاسم. طب يا مستر 4. الصفة تأتي قبل الاسم، وهنا تسبق بأو آن. ينفع تسبق بأو آن؟ خصوصا إذا كان الاسم معدود مفرد. إذا كان الاسم معدود يا مستر معدود مفرد. يعني هقول لك يعني، وخصوصا إذا كان الاسم معدود مفرد. أيوة. طيب اديني اكزامبل. تعال ناخد اكزامبل. أجي أقول لك he is هو
he is a clever student. طالب شاطر. تمام. in English في اللغة الإنجليزية. in English in English. طيب فين يا مستر؟ ادي الصفة الاسم اهو، يبقى الصفة هنا جت قبل الاسم طب لو اسم معدود مفرد تسبق الصفة بأوان على حسب الصفة بتبدأ بحرف متحرك ولا حرف ساكن. حلو. اجي اقول لك I saw انا شفت، واجي اقول لك an او I watched انا شفت an، واجي اقول لك exciting فيلم. exciting يا مستر فيلم. فين؟ ادي الاسم وادي الصفه جايه قبليه، وعشان هو اسم عدد مفرد جه قبل الصفه او ان اهو. بس بص يجي يقول لك بقى ايه؟ هناك صفات اللي ملحوظه كام دي؟ 5. هناك صفات تاتي قبل الاسم او بعد الاسم. في صفات ينفع تيجي قبل الاسم او بعد الاسم. ايوه زي كليفر اللي انا جبتها في المثالين اهي. كليفر هنا اهو جايه بعد الاسم، وكليفر هنا اهو جايه قبل الاسم. في صفات تيجي قبل او بعد صح. 6. خد الصفات بكل تفاصيلها. 6 يقول لي هناك صفات تأتي قبل الاسم فقط. يعني ما ينفعش تيجي قبل او بعد، لا قبل الاسم بس. زي living، والفرق بينها وبين alive. living دي ما ينفعش غير تيجي قبل الاسم بس. اجي اقول لك I admired انا اعجبت بthese living creatures هذه او living things هذه الكائنات الحية. تمام. انا اعجبت بهذه الكائنات الحية at the jungle اللي في الادغال. كائنات حية مثل، يعني ما اقدرش اقول لك I admired things living، لا living من ضمن الصفات اللي ما ينفعش غير تيجي قبل الاسم بس. تمام. 7 هناك صفات تأتي بعد الاسم فقط. تيجي بعد الاسم فقط زي alive. اجي اقول لك they were هما او they are still alive ما زالوا على قيد الحياة after يعني بعد this horrible accident بعد الحادثة المروعة. بعد الحادثة المروعة طب alive هنا alive اهي جت بعد they are still alive. ما ينفعش هنا اقول لك they are still living، لا. لما اجي اقول لك the soldier الجندي was still او is still alive، عشان ايه؟ في ناس هتقول لي فين الاسم ما زال على قيد الحياة after بعد the fight الصراع او بعد الحرب. طيب ماشي يا مستر. في صفات تانية تأتي بعد بس هتقابل مثلا زي afraid زي awake زي frightened الى اخره. يعني اجي اقول لك she is afraid of هي خايفة من afraid of fire بتخاف من النار. afraid من ضمن الصفات اللي تيجي بعد بس and so on وهكذا. يبقى في صفات تأتي قبل بس وفي صفات تأتي بعد بس. في برضو ملحوظات مهمة جدا على الصفات بتيجي زي ايه؟ يقول لك هناك صفات تأتي بعد الضمائر المبهمة. الضمائر المبهمة اللي هي مين يا مستر؟ زي someone زي something زي somebody and so on. دي اسمها ضمائر مبهمة. ايوه. يعني لما اجي اقول لك I saw انا شفت انا شفت I saw something important شيء مهم. ما ينفعش هنا important احطها قبل الاسم، لا. اهو يعني اجي اقول لك شفت شيئا مهما I saw something important شفت شيء مهم important. ايوه
اهو. ما اقدرش اقول هنا يا مستر I saw important something، لا I saw something important so I decided to stop. قررت اقف اشوفها يعني. to know عشان اعرف what is it ايه هي. اهو بص، دي اسمها ضمائر مبهمة والصفات تأتي بعديها، ما ينفعش تيجي قبليها. ايه تاني يا مستر في الصفات؟ الصفة لا تجمع، ودي بيجي فيها سؤال مهم قوي. لا مستر، الذي يجمع هو الاسم. اللي بيتجمع يا مستر هو الاسم. يعني الجملة اللي جات امتحان سابق قال لك ايه؟ ان اسوان، في اسوان وي سو احنا شفنا، وراح قال لهم نقط تورست سائح، وي سو احنا شفنا نقط تورست. وهيجي يقول لك ايه، او خليها وانا عشان ما تتلخبطوش، هيقول لك تويني year old 20 years old 3 هيقول لك 20 years old. دي جت في امتحان 2021 تالتة وبتيجي نقل، ويجي يقول لي فور 20 year old. يا مستر دي اسمها كومباوند ادجكتيف، صفات مركبة. هناخدها بعد كده الصفات المركبة التي تبدأ برقم. طب أنا مش فاهم، هفهمك. بص، أنا عايز الجزء اللي قدامها ده عشان تفهم أنا عايز أقول إيه. بص كده معايا وافهم كويس. افهم ايه؟ افهم بس. لما كنت بقول لك I saw، انا شفت a clever boy، اديني بس دماغك. اسمها هي دي وده اسمه ايه؟ اسم. ايه اللي بيجي ما بين الآ والآن والاسم؟ الصفة. تاني، ايه اللي بيجي ما بين الآ والآن والاسم؟ الصفة، خصوصا لو الاسم معدود مفرد. صح؟ صح. طيب ليه حطيت عشان ده اسم معدود مفرد. اسم معدود يا مستر مفرد، اسم معدود مفرد. حلو قوي. لو انا عايز اجمع هنا، بجمع كليفر ولا بوي؟ بجمع بوي. اقول لك I saw clever boys. طب ليه يا مستر شلت من هنا عشان جمعت الاسم، لان او ان ما ينفعش تسبق الاسم المعدود الجمع ابدا ولا الاسم الغير معدود. فعشان اجمع بويز رحت شايل لازم اشيل طبعا لازم اشيل يعني انا ما جمعتش كلمة كليفر، لا جمعت كلمة بويز. طب تعالى هنا، تورست دي اسم معدود مفرد، اسم معدود مفرد، يبقى لازم قبل الصفة احط طب فين الصفة هنا؟ 20 year old. طب هنا مفيش ما تنفعش، هنا مفيش ما تنفعش. وحاجة تاني، years هنا فيها الصفة لا تجمع. طيب at 20 years الصفة لا تجمع. طيب at 20 year old، ايوه at 20 year old هي اللي صح. هنقول لك دي فوق هنا عشان تشوفها، at 20 year old عشان تشوفها. طب لا مستر الاولى ما تنفعش، مفيش ليه لازم احط عشان ده اسم معدود مفرد، فلازم احط الاول واجيب الصفه، والصفه لا تجمع يبقى ما ينفعش دي ولا ينفع دي. طب دي ولا دي؟ لا اللي فيها عشان تورست اسم معدود مفرد، يبقى الصفه تجمع الصفه لا تجمع بالاسم، الصفه لا تجمع. حلو قوي. طيب ماشي يا مستر، كلامك حلو قوي. ايه تاني ملحوظات في الصفات؟ عنده نوعين من الصفات تخلي بالك منهم،
هناك نوعان من الصفات. في نوعين من الصفات، ايوه. عندي صفات اسمها، الكلام ده كلام امتحانات خطير، عندي صفات اسمها الصفات العادية، وعندي صفات اسمها الصفات القوية. يعني ايه يا مستر؟ بص خلي بالك معايا وركز. صفات عادية بنسميها ordinary adjectives، بنسميها يا مستر ordinary adjectives. صفات قوية بنسميها extreme adjectives، بنسميها مستر extreme adjectives. طب تعالى ادي مثال. الأقوى angry ولا furious؟ لا furious. شايط غضبان. طيب cold ولا freezing؟ لا freezing هي الصفة القوية. طب يا مستر hot ولا boiling؟ لا boiling. طب يا مستر big ولا enormous؟ لا enormous. طب يا مستر clever ولا excellent؟ لا excellent. طب يا مستر tired ولا exhausted؟ لا exhausted. طب ماشي يا مستر، هات من الاخر بقى. ايه الفرق؟ دي بيوصفها احوال، الكلام ده كلام امتحانات، احوال، ودي لازم يوصفها احوال. والنوع ده من الاحوال بنسميه احوال الدرجه، بنسميها مستر احوال الدرجه، لان الحال اللي يصف صفه اسمه احوال درجه. ليه احوال الدرجه؟ لان يصف درجه قياس الصفه، بيصف درجه قياس الصفه. طيب حلو قوي كلامك، حلو، كلام ممتاز وكلام روعه الروعه. ايه الاحوال يا مستر اللي بتصف الصفات العاديه واللي بيصف الصفات القويه؟ الاحوال تصف الصفات العاديه very، so، quite، really، extremely. نعملهم بلون تاني غير ده عشان تشوفوه. quite، زي ايه تاني؟ really، extremely، زي a bit، زي a little، slightly. ما يبقاش كتار عليكم، خلينا في rather، extremely، really، quite، so، very. طب ايه الاحوال اللي تصف الصفات القويه؟ absolutely، تماما، totally، كلية، وعندي utterly، وعندي entirely. absolutely، totally، utterly، entirely، دول معناهم تماما ويصف الصفات الايه؟ القويه. يجي يقول لك ايه؟ يجي يقول لك البت منار كانت exhausted، تعبانه at her work، في شغلها last Friday، الجمعه اللي فاتت. هيجي يقول لك so، هيجي يقول لك very، هيجي يقول لك extremely، وهيجي يقول لك entirely. exhausted صفة قوية، so لا، very لا، extremely لا، يبقى entirely اهي entirely. في كمان جزء تاني مهم جدا في الصفات، اللي هو ايه؟ تعالى وانا اقول لك. في جزء تاني مهم جدا يخص الصفات. هناك ترتيب للصفات إذا جاء أكتر من صفة ورا بعض. مستر تاني، لو في أكتر من صفة جن ورا بعض في ترتيب للصفات، في ترتيب للإيه؟ للصفات. لازم الجزء التراكمي ده تاخده. ليه؟ عشان ده اللي بيجي منه في النظام الجديد. الحبكة في النظام الجديد الحاجات اللي مش معاك، الحاجات اللي جوه المنهج دي حاجات سهلة مش هتقف. لأن تالتة بنسمع كلمة رهيبة يقول لك يا مستر بيجي مش من اللي في المنهج. كلام صحيح، التراكمي ده هذا التراكمي.
هو ده الايه؟ هو ده التراكمي. طيب لو انا عندي اكتر من صفة جاتني، يخضع ترتيب الصفات لمقياس انا بسميه اوساسكو ميو. مستر اوساسكو ميو بمعنى ايه؟ هفهمك. يعني ايه مستر ترتيب الصفات يخضع لمقياس اسمه اوساسكو ميو؟ كل حرف ليه اختصار. الاو اول حاجة صفات الرأي، الاس سايز يعني الحجم، بعدهم عن الشكل شوية. الاو اوبينيون، الاس سايز يعني الحجم، الاي الايج العمر، الاس شيب يعني الشكل، السي كالر يعني اللون. طيب الاو الاوريجن يعني المنشأ او الاصل زي جنسية الحاجة. ام ماتيريال المادة المصنوع منها الشيء. يو يوزد فور فيما يستخدم. تاني الاو اوبينيون، الاس سايز، الاي ايج، الاس شيب، السي كالر، الاو الاوريجن، ام ماتيريال، يو يعني يوزد فور. برضو يعني ايه؟ بص اجي اقول لك اي بوت انا اشتريت، واجي اقول لك اجاب تي شيرت from this shop من هذا المحل. طب يا مستر ممكن تسهل شوية يعني تفهمني يعني ايه؟ فهمني يعني ايه؟ ايه هو اللي يعني ايه؟ هات من اول هنا. احنا خدنا الكالر الاول اوريجن، وخدنا الام يعني ماتيريال، فهمني يعني ايه؟ هفهمك. واليو يعني يوزد فور. اوبينيون يعني ايه؟ الرأي. يعني ايه الرأي؟ التيشيرت نايس، تيشيرت مثلا ايه؟ جميل، سخيف، ويجيب لي الرأي. لو هيحكي عن فيلم اكزايتنج، السايز الحجم سمول، لارج، ميديوم، ايج مودرن حديث، اولد قديم، شيب الشكل اوفال بيضاوي، تريانجولار مثلثي، كالر طبعا لونه ايه؟ بلو، بلاك. الاوريجن ايطاليان ايطالي، ولا ايجيبشن ولا مصري على جنسية الحاجة. ماتيريال مصنوع من السلك ولا الكوتون ولا حاجة من البلاستيك ولا حاجة من الايرون الحديد. يوزد فور مثلا هشتري الحاجة دي لعيد ميلاد ولا الويدنج بارتي، ادي معنى كلمة يوزد فور and so on. يعني هنا بقى يروح جايب لك 3-4 صفات ويلخبطهم لك. لخبطهم لي يعني ايه؟ بص يقول لك اختيار ايه؟ هيقول لك مودر، وهيقول لك نايس، ويقول لك ايجيبشن. اختيار بي هيقول لك ايه؟ هيقول لك سمول، ويقول لك سمول وايت نايس، وهيجيب لك سي هيقول لك نايس. تمام؟ نايس، مودر، ايطاليان. اهو اجي انا اختار. هو جايب لي الرأي، يبقى الرأي هي اللي متحكمة فيهم. المفروض الرأي قبل مودرن، المفروض نايس قبل سمول، يبقى الأخيرة اللي صح. جبت الرأي الأول بعدها مودرن اهو. طب هو ساب السايز، مش لازم اعديه، وراح جاب لي الاوريجن يعني الاصل او المنشأ، يبقى هي دي اللي صح. يبقى هي دي الايه؟
هي دي اللي صحيحة. معايا انتوا؟ يا مستر معاك. بعد ما خدنا الجزء التراكمي بتاع الصفات كله وحكينا فيه كله، تعالى بقى نخش على الجزء اللي احنا محتاجينه. هو مستر الجزء اللي احنا محتاجينه، الجزء بقى ان هناك نوعان من الصفات. في نوعين من الصفات يا مستر، ايه هما نوعين الصفات دول؟ عندي حاجة اسمها الصفة القصيرة الشورت ادجكتيف اللي هي بنسميها الشورت ادجكتيف، وعندنا حاجة اسمها الصفة الطويلة اسمها اللونج ادجكتيف. اللونج ادجكتيف الصفة الطويلة والصفة القصيرة. القصيرة it consists of دي بتتكون من مقطع واحد بس. صفة تتكون من مقطع واحد، يعني ايه مستر تتكون من مقطع واحد؟ اي تنطق على نفس واحد، زي طول، زي شورت، زي فات، زي thin and so on. طول، short, fat, thin, fast. دي يا مستر صفات تتكون من مقطع واحد، يعني تنطق على نفس واحد. ده مقطع الصفات، ده اسمه مقطع الايه؟ السيلابلز. السيلابلز يعني المقاطع. يبقى صفة قصيرة بتتكون من مقطع واحد بس. طيب يا مستر اتنين، الصفة الطويلة اللي هي اللونج ادجكتيف. اللونج ادجكتيف دي صفة بتتكون من أكثر من مقطع. It consists of more than one syllable. يعني تتكون من أكثر من مقطع، تتكون من أكثر من مقطع، زي كلمة valuable، زي كلمة comfortable، ملهاش دعوة بالعدد الحروف. يعني أنت عندك مثلا heavy دي قصيرة، تمام؟ عندي مثلا beautiful يعني جميل، عندي مثلا common يعني شائع أو عام. دي اسمها صفات طويلة. ليه بتتكون من أكتر من مقطع؟ يبقى الصفات القصيرة تتكون من مقطع واحد، الصفات الطويلة تتكون من أكثر من مقطع. تعال بقى ندرس الجزء اللي جاي ده، هو جزء مهم جدا، اللي هو يا مستر هقول لك اللي هو ايه. تعال بقى ناخد أشكال الصفات الثلاثة. هناخد يا مستر أشكال الصفات الثلاثة. ايه هما بقى اشكال الصفات؟ بما انك بتكتب يا مستر رقعة فصحى، اشكال الصفات عندنا هندرس ليها ثلاثة. هندرس يا مستر، هندرس اول حاجة عندي صفات المقارنة اللي هي بنسميها الكومباريزون ادجكتيفز. كومباريزون ادجكتيفز يعني صفات المقارنة. عندي النوع الثاني هندرس صفات التفضيل اللي هو بنسميها مستر superlative adjectives، يعني صفات التفضيل. صفات اللي مستر التفضيل. تالت حاجة هناخد التشابه اللي بنسميها السيميلاريتي. تشابه يعني مستر سيميلاريتي. يبقى احنا دلوقتي هناخد صفات المقارنة، هناخد صفات التفضيل، هناخد صفات التشابه. تعال ناخد أول حاجة عندنا الأول. تعال ناخد صفات الايه؟ المقارنة. صفات المقارنة يا مستر اللي بنسميها الكومباريزون ادجكتيفز. الكومباريزون ادجكتيفز أول شرط لازم أعرفه، تتم بين اثنين. تتم بين اثنين، سواء شخصين أو سواء شيئين. بتتم بين اثنين، سواء شخصين أو شيئين. طيب حلو يا مستر، لو أنا عندي صفة قصيرة في المقارنة بعمل إيه؟ قال لي في المقارنة لو عندي صفة قصيرة بعمل الآتي. بعمل إيه؟ عندي يا مستر صفة قصيرة بتتكون من مقطع واحد. قال لي أجيب ER بعديها وأروح أحط كلمة زين، وألاقي الطرف الأول يجي قبليها، وألاقي الطرف التاني يجي بعديها. يعني أجي أقول لك وليد، الواد وليد، وأجي أقول لك إز فاستر، أسرع زان من عمر. أسرع من مين يا مستر؟ من عمر. فين الطرفين؟ أدي عندك الطرفين، أدي عمر وأدي وليد. فاستر زان، فاستر زان. طيب ماشي يا مستر، عندي إيه تاني؟
عندي مثلا لما اجي اقول لك ايه، لما اجي اقول لك ماي كازن ابن عمي، واجي اقول لك از كليفرر، ادي الاي ار، زان، تمام، زان هدى، اهو طرفين برضو، ادي كليفرر اي ار، وادي عندي مين؟ زان. بس يقول لك لو الصفه القصيره انتهت بحرف ساكن قبليه متحرك، انتهت بساكن قبليه متحرك، يقول لك بيضاعف الحرف الاخير عند اضافه الاي ار، اهو ثينر. لو عند الصفه انتهت بالواي والواي مسبوق بساكن، تقلب الواي الى اي واضيف الاي ار. حلو قوي. طب لو انا عندي يا مستر صفه طويله، اعمل ايه في المقارنه؟ اجيب قبلها مور او لس، واجيب بعدها كلمة زان. مور او لس وزان، مور يعني اكثر ولس يعني اقل. مور يعني اكثر ولس يعني اقل. وبرضه بيبقى عندي طرف اول، بيبقى هنا عندي طرف تاني. طب ازاي؟ اجي اقول لك فوتبول، كرة القدم، واجي اقول لك is more popular، اكثر شعبية، واجي اقول لك زان من فولي بول، الكرة الطايرة. طبعا كرة القدم لها شعبية أكبر. أدي الصفة الطويلة، أدي مور وأدي زين. طب يا مستر الكلام ده يجيني في الامتحان؟ ده كلام فاضي ما يجيش. كلام بإيه؟ كلام فاضي. طب أنا عايزك يا مستر اللي أنت قلته ده تختصره لي في كلمتين. لما بيبقى عندي زان ما عنديش غير حلين: إما صفة قصيرة أضيف لها إي آر، إما مستر صفة طويلة تسبق اما بمور اما بلس. اقول تاني: زان يبقى ما عنديش غير حلين: يا صفة قصيرة اي ار، تمام، يا اما صفة طويلة قبلها مور او لس. ومور يعني اكثر ولس يعني اقل. ده مستر لو لقيت في الجملة على طول زان، ده لو لقيت في الجملة ايه؟ لو لقيت في الجملة زان. ده فار بقى ولا ايه؟ ما مش لازم تعرف، بس انت تستمتع بروعة الرسم فقط. يبقى عندي زان يبقى مقارنة، يبقى ما عنديش غير حلين: يا صفة قصيرة اي ار، يا صفة طويلة مسبقة بمور او لس. دي صفة المقارنة، دي صفة المقارنة من الصفة الطويلة والصفة القصيرة. كلام ما يجيش في الامتحان، انسى خلاص. النظام الجديد هقول لك على حبكته بس بعد ما اشرح الجزء العادي ده. طب يا مستر ماشي، تعالى بقى نشوف صفات التفضيل. تعالى يا مستر نشوف صفات الايه؟ صفات التفضيل. التفضيل بنسميها بالانجلش اللي هي superlative adjectives. superlative adjectives يعني صفات التفضيل. مالها يا مستر صفات التفضيل دي؟ دي يقول لك بتتم بين اكثر من اتنين. لازم تتم بين اكتر من اتنين. المقارنة اتنين، اكتر من اتنين بتبقى تفضيل. تفضيل. طب يا مستر لو انا عندي صفة قصيرة بعمل ايه في التفضيل؟ لو انا عندي صفة قصيرة بعمل ايه؟ اجيب ذا الاول، اجيب ذا وبعد الصفة القصيرة احط اي اس تي. طب يا مستر لو الصفة عندي انتهت بحرف ساكن مسبوق بمتحرك، اضاعف الحرف الاخير قبل ما اضيف الاي اس تي. طب يا مستر لو الصفة انتهت بواي قبلها ساكن، تقلب الواي الى اي ونضيف الاي اس تي. طيب ماشي، تعالى اديني جملة كده. اجي اقول لك تشيتا الفهد الصياد، واجي اقول لك ذا فاستست انيمال هو اسرع حيوان، انيمال ان ذا وايلد لايف في الحياة البرية. in the wild life، تمام، in the wild life في الحياة البرية. هو أسرع حيوان لأن أنا قارنته بكل حيوانات. ذا ودي فاستست. أجي أقول لك منار، وأجي أقول لك is the، وأجي أقول لك كده cleverest one هي أشطر واحدة. is the cleverest one at the class يعني فين يا مستر؟ في الفصل. قارنتها بكل الفصل يبقى ده تفضيل، ذا كليفرست. طب يا مستر لو انا عندي صفة طويلة بعمل ايه؟ لو عندي صفة طويلة بجيب ذا، وبعد ذا اجيب موست يعني الاكثر، وليست معناها الاقل. تاني يا مستر، يبقى موست الاكثر، ليست الاقل. طيب ماشي، ممكن تعرفني ازاي بقى الكلام ده؟
اقول لك ازاي بقى الكلام ده. اجي اقول لك ايه؟ اجي اقول لك فوتبول او باراشوتينج. باراشوتينج واجي اقول لك is the most dangerous sport، هي اللعبة الاكثر خطورة. the most dangerous sport، اللعبة الاكثر خطورة. ادي ذا وادي most وادي dangerous. طيب عايز جملة تانية يا مستر فيها صفات تفضيل. تعال اقول لك جملة فيها صفات تفضيل. اجي اقول لك ووتر، المية، is the most valuable، هو من اكتر السوائل قيمة. liquid يعني مهم جدا. اقصد اقول essential ضروري. اقصد اقول essential يعني ضروري. the most valuable الاكثر او the most important liquid. خليها important عشان ما تفهمش ان هي liquid يعني قيمة. the most important liquid الاكثر اهمية. the most important. يبقى مستر لما اقول يا تفضيل بجيب ذا واجيب صفة قصيرة فيها est، اما اجيب صفة طويلة واحط بعد ذا اما most اما مين، اما least. اما most اما ايه least. طب هي دي يا مستر، هي دي صفات الايه، هي دي صفات التفضيل. صفة قصيرة فيها est، اما صفة طويلة قبلها most او least. most يعني الاكثر وليست معناها الاقل. معناها يا مستر الاقل. زي ما كانت زين بجيب صفة قصيرة تاني اهو عشان اللي انا قلته كله er، والاقي صفة طويلة قبليها more او less. more يعني اكثر وليس يعني اقل عشان تبقى قدامك للاتنين. يعني مقارنة تمام، ويعني ايه هنا تفضيل. طيب تعالى بقى ناخد النوع الثالث وهو similarity، التشابه. similarity يعني مستر التشابه. طيب similarity يعني التشابه، يعني اتنين متشابهين في صفة زي بعض بالظبط. اتنين متساويين في صفة زي بعض. عشان استخدم صفة التشابه بحط as بسميها as. التشابه يبقى مين؟ as. طب بينهم يقعد صفة أصلية. يعني ايه يا مستر صفة أصلية؟ يعني بدون er وبدون est. طبعا كده اقصد انهي نوع من الصفات القصيرة. كده الطويلة ما بتحطلهاش ولا er ولا est. طب يعني احط الصفة بين as وas وهلاقي الطرف الاول عندي، وهلاقي هنا verb to be اللي هم am وis وار، وهلاقي هنا عندي الطرف الثاني. يعني يا مستر لما اجي اقول لك البت مريم واجي اقول لك is as old كبيرة في السن زي البت مثلا ماجي. مريم is as old as ماجي يعني كبيرة زي مين؟ زي ماجي. مريم is as old as ماجي. طب يا مستر لو انا عايز انفيها، لو انا حبيت اجيب النفي، لو انا حبيت اجيب نفي، لو انا حبيت انفي بنط صفة التشابه، يقول لي يمكن ان تتحول as الاولى الى so. as الاولى مش التانية، واروح اجيب يا مستر الصفة الاصلية بينهم تمام، واروح اجيب as التانية، والطرف الاول بيبقى في الاول والطرف التاني بيبقى في الاخر. طب ازاي يعني؟ اجي اقول لك البت هدى واجي اقول لك isn't as، او ممكن اقول so tall as زي البت مين؟ زي البت علا. isn't يبقى ممكن as او ممكن so الاولى بس، التانية مش بتتحول، التانية ما بتتحولش. طيب في اي صيغ تاني للتشابه يا مستر؟ ممكن استعمل حاجة اسمها the same. اسمها يا مستر the same. طب ايه الفرق بين the same يا مستر وما بين as؟ اول فرق ان ممكن يجي قبل the same verb to be وممكن يجي verb to have.
عشان the same noun اسم. طيب بس تستخدم the same بطريقتين، بس the same لازم يجي بعدها اسم. اسم يعني noun، يعني لازم احول الصفة اللي بين as الى اسم. مش فاهم، هقول لك يعني. لما يجي يقول لي الجملة اللي انا كتبتها من شوية، البت مريم، اجي اقول لك is as old كبيرة زي البت ماجي. طب يا مستر ادي as الصفة as، لما اجي استعمل the same تستعمل the same بطريقتين. ايه الطريقتين؟ لو انا جبت الطرفين قبليها، اروح اجيب verb to be او اجيب verb to have زي ما هوريك. اروح اجيب verb to be زي ما هوريك، او verb to have زي ما هوريك، وبعد the same اروح اجيب الاسم واقفل الجملة. مش فاهم يعني؟ افهمك. اجي اقول لك مريم and ماجي، مريم and ماجي، واجي اقول لك are او are of او are of، او ممكن اقول لك have، كله ده صح. واروح اقول لك لهم نفس، كبيرة في السن يبقى the same age. شايف؟ the same age، لهم نفس العمر. يبقى اقول لك مريم and ماجي have او are of the same age. طيب ده الاستخدام الاول ليها. هي ليها استخدام تاني بشكل تاني، ليها استخدام بشكل تاني. ايه هو يا مستر؟ تعالى اوريهولك. ايه هو الشكل التاني لاستخدامها؟ تعالى كده معايا. اجي اقول لك ايه؟ اجيب الطرف الاول واجيب بعد كده verb to be او verb to have. verb to be او verb to have. ماشي. طب وبعد كده اروح اجيب the same، واروح اجيب بعد the same as. بعد كده the same والاسم الاول. the same بعد كده بعد the same الاسم، واجيب as واروح اجيب الطرف الثاني. الطرف يا مستر الطرف الثاني يعني ايه؟ اجي اقول لك مريم has، واجي اقول the same age as مين؟ as ماجي. شايف الفرق؟ يبقى لما اذكر بعدها الطرف الثاني لازم بعد النون اجيب as. حطيت الطرفين قبلها ما بيظهرش as دي خالص. يبقى امتى تظهر the same معاها as؟ لما يجي معاها او لما يجي بعدها الطرف الثاني. طيب كده يا مستر ده التشابه. ده التشابه. يبقى انا خدت مقارنة، اخدت تفضيل، اخدت حاجة تخص التشابه. كل الكلام اللي انا قلته ده كلام عادي، كلام مبتذل يعني كلام اتاخد كتير وما فيهوش اي ازمة. تمام؟ طيب يا مستر ماشي. طب انت عايز تقول ايه؟ الجزء اللي جاي ده مهم جدا جدا جدا، لان هو اللي بيجي منه الامتحان. هو الجزء ده اللي بيجي منه امتحان، صدقوني. ايوه، هتلاحظ ده لما تيجي تحل اسئله في الكتب الخارجيه، هتعرف انه مركز قوي على الجزء اللي انا هشرحه ده. ده اكتر جزء متركز عليه في الاسئله، واكتر جزء بيجي منه في الامتحان. اللي هو ايه بقى؟ اول ملحوظه عندي، تعالى هنا ركز معايا. هل يمكن ان تسبق صفات؟ هل يمكن ان تسبق الصفه القصيره بمور ولس؟ الكتب هتقول لك لس فقط. الكتب هتقول لك كده، يمكن ان تأتي لس قبل الصفة القصيرة. طب يا مستر ماشي، انا عندي بقى هنا سؤال. اتفضل اسأل. نفترض انه هو جاب لي وفاء
is جاب وراح قال لي زان ولاء، راح قبلك قال لك طول وقال لك طولست وقال لك طولر وقال لك ليس طول. طب اختار هنا مين فيهم؟ ها اختار مين يا مستر؟ قال لك ليس طول وقال لك طول بس. طيب انا عندي مين؟ زين. طب انا يا مستر عندي ليس طول وعندي طولر، طبعا الاولويه لطولر طالما ان في طرفين، طالما ان في طرفين الاولويه لطولر. طب انا عندي سؤال، يعني ايه هو السؤال؟ هو لما يجيني الاتي، يعني انا مستر لما يجيني الاتي، لما يروح يقول لي ايه؟ لما يروح يقول لي منار is 150 سنتي 150 سنتيمتر، ولما يجي يقول لك البت هدى is 200 سنتيمتر 200 سنتي، ويجي يقول لك it means، ده معناه اول حاجة هيقول لي البت هدى is less taller than منار. لما يقول لك منار is taller ويقول لي زان هدى، واللي بعده يقول لي هدى isn't as tall as منار. لما يجي يقول لي منار is less tall ويقول لي زين ويقول لي هدى. ركز كده معايا، بص، هو في فرق اساسا يا مستر بين الصفة ER وبين less والصفة القصيرة؟ تاني، في فرق بين الصفة القصيرة ER وما بين لس والصفة القصيرة، بس لازم تعرف بعد لس لازم يجي صفة قصيرة أصلية بدون ER، لازم تكون صفة قصيرة أصلية بدون ER. في فرق. طولر معناها أطول، معناها مستر أطول، إنما لس طول معناها أقل طولا. أقل طولا ده عايز أقول لك يعني شورتر. طب واضح الكلام ده هنا؟ تعال شوف كده. هدى أقل طولا، لا، هو ما ينفعش أصلا لس يبقى معاه صفة قصيرة ER، ده غلط، ما ينفعش، لا يجوز. طيب منار استولر، منار أطول من هدى؟ لا طبعا. طب ما هجيب طولر بس المعنى مش عايزها. هدى مش طويلة زي منار، معنى كده ان هدى مش طويلة زي منار، معنى كده ان منار اطول؟ لا طبعا. ادي سؤال هيجي كده، سؤال الجزء الاول اللي انا شرحته يجي بالشكل ده، ما يجيش بقى المعتاد يجيب لي زان واختار صفة قصيرة ار ومور وليس وصفة طويلة، او يجيب لي زا فاختار صفة قصيرة اي سي تي، او اختار صفة طويلة قبلها مص وليست. لا، ما فيش الكلام ده. طيب يا مستر، منار اقل طولا من هدى، صح، عايز اقول شورتر. اقل طولا منار لان منار 150 اما هدى كام؟ 200. افهم الكلام ده كويس. بس الكتب هتقول لك الصفة القصيرة يمكن ان تسبق بلس فقط. حلو قوي، يعني في فرق في المعنى يا مستر؟ ايوه في فرق في المعنى بينهم. طيب حلو قوي الكلام ده.
تعالى بقى ننتقل لحتة تاني. طب يا مستر أسألك سؤال، اتفضل اسأل. الكلام ده موجود في قلب الكتب الخارجية. لما يجيب لي بقى الاتنين وما يكونش مركز على المعنى خلاص، يعني يا مستر يعني أقول لك على حاجة، لما يجي يقول لك مثلا ولاء ويقول لك إسجاب، تمام، ويقول لي زين هير كازن بنت عمتها. طب هنا جايب لك يا مستر تولست، وهنا جايب لك طول از، وجايب لك مور تولر، وجايب لك ليس تول. طب هو هنا جايب لي مين يا مستر؟ جايب لي ولاء وهير كازن وزين. انا ما عنديش تولر، تولست لا، طول از ده تشابه، مور تولر ما تنفعش اساسا، ليس تول طب انا هبص على المعنى، هو مش جايب غيرها، هبص على معنى ايه؟ وخصوصا ان انا عندي كام طرف؟ عندي طرفين. معلومه اللي جايه دي معلومه مهمه بقى، خلي بالك منها. اللي هي ايه يا مستر؟ هقول لك اللي هي ايه. شوف الجمله الاول ولاحظ لي ايه الغريب اللي فيها. لما يجي يقول لك كده ماي انكل عمي إسجاب زان كليفر، وشوف انت ايه الفرق وركز معاه، لان الكلام ده كلام خطير جدا، خطير جدا. ازاي؟ هوريك ازاي. لما هنا بقى يجي يقول لي لاكير، ويقول لي مور لاكي، ويجي يقول لي less luckier، ويقول لي as lucky. طب ايه المشكلة؟ اوريك المشكلة فين. طيب ايه اللي انت ملاحظه؟ ركز كده في الجملة. ايه يا مستر ده انا اول مرة اشوف صفة مقارنة فيها طرف واحد بس، والمقارنة ما بين صفتين، بين كليفر وبين لاكي. تاني بص كده، اصحى كده فوق. ايه اللي تلاحظه هنا؟ اللي لاحظه هنا ان يا مستر ابص على الجمله، لقيت ان الجمله فيها طرف واحد بس في المقارنه ما بين صفتين. ما بين كام صفه؟ ما بين صفتين. طب ايه الازمه؟ لا فيها ازمه. الازمه فين؟ تعال اوريك. طيب هتوريني ايه؟ بص كده معايا. يقول لك ايه؟ يقول لك اذا كانت المقارنة لطرف واحد ما بين صفتين، يجوز استخدام مور ولس زائد صفة قصيرة أصلية. صفة قصيرة أصلية. وعلى فكرة ولو موجودة لاكير ما بستعملهاش ولا نستخدم الصفة القصيرة اي ار. يا لهوي، ده على عكس اللي بيشرحوا الكتب يا مستر. ايوه، يعني هنا مش هختار لاكير عشان دي طرف واحد ما بين صفتين. طبعا ليس لاكير الغلط في ليس، لان ما ينفعش بعد ليس يأتي صفة فيها اي ار قصيرة. واختار هنا مستر مور لاكي واسيب لاكير. يبقى إذا كانت المقارنة لطرف واحد ما بين صفتين، هنا يجوز استخدام مور وليس قبل الصفة القصيرة الأصلية. ده أول جزء مهم جدا موجود عندي. الجزء الثاني يقول لك السؤال، يقول لك هل يمكن أن يأتي بعد ذا مقارنة؟ ايه يا مستر انت كاتبه ده؟ احنا معروف ان الطبيعي ان بعد ذا بيئة تفضيل. عمرنا ما لقيت مقارنة بعد ذا ابدا. يعني يا مستر ايوه، مش بلاقي ابدا بعد ذا مقارنة، انا بلاقي تفضيل. عندي 3 حالات ليها شرحتهم في الميني كورس في قاعدة او ان وذا. اول حالة عندي قاعدة اسمها قاعدة ذا. اعرفها منين؟ هتلاقي الجملة الاولى بدأت بذا والثانية بذا، اسمها ترجمتها كلما. طيب بعد زي يجي ايه؟ يجي صفة قصيرة فيها اي ار.
او يجي مور او يجي ليس. طب ايه ده يا مستر؟ على عكس اللي انا شرحته. انا قلت لك ازاي يعني صفه قصيره اي سي تي وموست وليست. لا، ما هو كده بقى، صفه قصيره ار او مور او ليس. صفه قصيره يا مستر اي ار او مور او ليس. ايوه. طب اعرفها منين ده يا مستر؟ في الحل الجمله الاولى هتلاقيها بادئه بذا والجمله الثانيه بادئه بذا. الجمله الاولى هتلاقيها بادئه بذا والجمله الثانيه بادئه بذا. طب اديني اكزامبل. تعالى خد اول جمله جت امتحان سابق ثانويه عامه. the more you study كلما تذاكر اكثر the higher marks you get. the higher marks you get كلما تحصل على درجات اعلى. ادي more وادي higher، يعني مش قدام صفه ار لازم يجي صفه ار قدام مور يجي مور. لا. جمله تاني لما اجي اقول لك the less time you waste. the less time you waste كلما تهدر وقتا اقل. the less time you waste the better you achieve كلما تحقق ما هو افضل. the better you achieve. اهو ادي less ادي يا مستر عندي less كلما تهدر وقتا اقل. the better كلما تحقق ما هو افضل. better ايه دي يا مستر؟ صفة شاذة من جود. صفة من جود، صفة مقارنة من ايه؟ من جود. طيب يجي يقول لك بقى the healthier food you eat كلما تأكل طعاما صحيا. the healthier food you eat اللي يحصل يا مستر the fitter you become كلما يكون عندك لياقة بدنية. the fitter you become. ادي the healthier وادي the fitter. شايف؟ الحالة 2 يا مستر يقول لي إذا ذكر المقطع الآتي بالجملة. المقطع الآتي بالجملة. إيه المقطع؟ لو جاب لي of راح جاب لي to وجاب لي اسم، يتذكر في الأول يتذكر في الآخر. المقطع ده مقارنة. يعني أنا مستر أجي أقول لك of the two cars من السيارتين. تمام. the red car العربية الحمراء. اجي اقول لك is the more expensive. يا ابويا مستر is the more expensive. فين هنا؟ اهو من السيارتين of the two cars the red car is the more expensive. عشان ليه؟ قلت لك عشان تو يبقى مقارنة مش تفضيل. تو يبقى مقارنة وليس تفضيل. طيب ايه تاني يا مستر؟ بص يجي يقول لك ايه؟ يجي يقول لك كده my friend صديقي مارك. ماله يا مستر؟ صديقي مارك ماله؟ is the جاب of his ويقول لي two friends من اصدقائه الاثنين. طب هنا يا مستر يجي يقول لي cleverest ويجي يقول لي cleverer ويجي يقول لي as clever ويجي يقول لي clever بس. ايه هنا بقى يا مستر؟ زي بس فيها of his two friends يبقى cleverer فيها er مش cleverest. لا مش as clever ولا clever صفة أصلية. لا cleverer فيها er زي بس عشان of his two friends. الحالة سي يقول لك إذا امتى بعد ذات مقارنة خيرني بين شيئين. يجي يقول لك who is the نقط. يقول لك هاني or هادي. طبعا هو جايب لي ايه؟ ذا بس ولا اقدر اقول غير فاستر. ليه؟
بعد ذا هنا يأتي صفة اي ار عشان خيرني بين اتنين، هاني ولا هادي اهو. الملحوظة رقم 3، متى نحذف زان من المقارنة؟ امتى نحذف زان من المقارنة؟ الحالة الأولى، مهمين جدا اللي جايين دول. الحالة الأولى يقول لي أول حالة إذا حذف الطرف الثاني. لو حذفنا الطرف الثاني يجي يقول لك سلمى لوكس هابي، يبدو ان هي مبسوطة، ولكن هير سيستر اختها لوكس، ويقول لي نقط، ويقول لي the happiest، ويقول لي happier than، ويقول لي happy as، ويقول لي happier. طيب ليه ما اختارش the happiest؟ ليه؟ ما ممكن اقول اهو ولكن اختها هي الاسعد. اسعد منين؟ لما اللي عندي في الجمله ما فيش غير سلمى واختها. طالما في طرفين يبقى مقارنه ولا تفضيل؟ مقارنه، ما ينفعش the happiest. طب happier than، طب فين الطرف التاني اللي حطيت له زين؟ happy as، فين اللي بعد as اساسا؟ هو فين التشابه ده؟ لازم قبلها يبقى في as. happier من غير زين، ايوه، عشان الطرف الثاني مش جاي بعد. المفروض اقول her sister looks happier than سلمى. فين سلمى؟ ذاكرها في الاول، انا مالي في الاول، اما حاجه في الاخر مش موجوده. طيب ماشي. الحالة التانية دي بقى حالة خطيرة 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 خطيرة. هعملها لك برين ستورمنج، عصف ذهني. بص يجي يقول لك ايه؟ يجي يقول لك in our village، في القرية بتاعتنا، the weather، الطقس، is getting، ويقول لي نقط، ويقول لي ايه؟ cold and colder، وهيقول لي more and more cold، وهيقول لي less colder، وهيقول لي colder than. جملة غريبة، هو فين المقارنة أساسا في الجملة؟ بص يقول لك إيه بقى؟ إذا عبرت الجملة عن التغير السريع في وقوع الصفة، إذا عبرت الجملة عن التغير السريع في وقوع الصفة وسبقت الصفة، هتعرفها ان الصفة تسبق. اذا عبرت الجملة عن التغير السريع في وقوع الصفة وسبقت الصفة بثلاث تعبيرات: get او become او grow، نستخدم التعبيرات الآتية وبدون زين. استعمل صفة قصيرة ER زائد صفة قصيرة ER، أو more and more، أو less and less. وبعد كده صفة طويلة عادي صح، صفة قصيرة عادي وصح، بس بدون ER.
بدون اي ار طبعا. يبقى هنا الاجابه مين؟ بي ومن غير زين. الملحوظه اللي بعديها، متى نحذف ذا من التفضيل؟ هو برضو التفضيل ممكن نحذف له ذا. اي، متى نحذف ذا من التفضيل؟ الحاله الاولى اذا سبقت صفه التفضيل، صفه التفضيل بأبوستروف اس الملكية. الملكية يعني أقول لك يعني يجي يقول لك إيه؟ يجي يقول لك مجدي يعقوب is the best surgeon in Egypt. هو in the world. مجدي يعقوب is the best surgeon in Egypt. فيجي يجيب لك الجملة دي، يقول لك هات لي جملة تساويها في المعنى، ويجيب لك 4 جمل. هيجيب لك 4 جمل. ايوه، اروح جايب لك ايه؟ 4 جمل. هتروح انت تختار ايه بقى؟ تروح انت تختار مجدي يعقوب is Egypt's best surgeon. ايه ده يا مستر؟ ده apostrophe اس اشيل زي 2 اذا سبقت صفة التفضيل بايه؟ اذا سبقت صفة التفضيل بايه يا مستر؟ باحدى صفات الملكية اللي هي ماي، هير، اور، ذير، يور. اجي اقول لك she is my youngest daughter. دي بنتي الأصغر. ليه يا مستر مش زي يانجست؟ عشان ماي. سي إذا سبقت بأي عدد ترتيبي، أجي أقول كده he is the first runner أو is the first best champion in the competition. is the first best الأفضل is the first best. فين؟ طب ما زادت على عدد ترتيبي. إذا جاءت 4، إذا جاءت best وmost لتساوي very أو very much، وهم هنا حال يا مستر. طيب اديني جملة عندي كده. اجي اقول لك هدى
always gets the full marks. دايما بتجيب الدرجات النهائية. واجي اقول لك she is intelligent at school في المدرسة. ويجي يقول لك the least، ويجي يقول لك most، ويجي يقول لك an، ويجي يقول لك ذا. طيب انت هتقول دي صفة طويلة ذا ليست، طب ومعنى الجملة يعني ايه الأقل ذكاء في المدرسة؟ لما بيقول لك دايما بيجيب درجات النهائية. most هنا معناها very intelligent، واختار اجي اقول لك I prefer to study English most هنا برضو معناها very much. ملحوظة برضو من ضمن الملحوظات المهمة جدا، يقول لك يمكن أن تسبق صفات المقارنة بالأحوال الآتية. تاني مستر، يمكن أن تسبق صفات المقارنة بالأحوال الآتية. تسبق بقى بصفات المقارنة بس a little، slightly، quite، far، a lot، much، even. ودول معناهم كثير، أطول بكتير، أطول بقليل. a bit و a little و slightly معناهم قليل، quite إلى حد ما، وممكن أجيب rather برضو يعني إلى حد ما. rather دول يا مستر الأحوال دي تسبق صفات المقارنة يعني بعديهم يجي صفة فيها ER، أو يجي more أو less وصفة طويلة. معناهم ايه دول يا مستر؟ كثير، far يعني كثير، a lot كثير، much كثير، much كثير. دول معناهم قليل. طب سؤال هيجي ازاي دي؟ بص السؤال هيجي ازاي، بص كده معايا سؤال هيجي ازاي. يجي يقول لك ايه؟ يجي يقول لي of the two cars the red car، العربية الحمراء، يقول لي اس، يقول لي ايه؟ the most expensive B the much expensive than. على فكرة الجملة دي مخرجات تعلم. مخرجات تعلم يعني فيها أكتر من معلومة، عشان كده بنسمي الجمل دي بيقول لك مخرجات تعلم أو بتقيس نواتج التعلم. ويقول لك ذا more far expensive، ويجي يقول لك دي the far less expensive. يا مستر ده فيها 900 حاجة. لما يذكر لي المقطع بتاع اوف ذا تو كار انا عايز مقارنة مش تفضيل، يبقى مست غلط. طيب في زين، هو فين الطرف التاني عشان نجيب زين؟ وبعدين هي ماتش مقارنة؟ ماتش مش مقارنة، ماتش مش مقارنة. المقارنة عندي لازم قبل الصفة الطويلة يبقى في مور يا ليس. طيب ذا مور فار تسبق صفات المقارنة، ما تجيش بعديها. ذا فار ليس اكسبنسيف صح. خلي بالك بقى هيقعد يجيب لك حاجات كتير قوي. يقول لك ايه؟ هيجي يقول لك وفاء، ويجي يقول لك اسجاب، ويقول لك كده فاستر، ويقول لك زان، ويقول لك علياء. وهنا بقى هيجيب لي شويه حاجات مهمه جدا. هيجيب لي ايه؟
هيروح جايب لك ميني، وهيجيب لك هيقول لك لوتس، ويروح يجيب لك فار، ويروح يجيب لك ايه؟ يجيب لك افيو. مين في دول بتسبق بصفات المقارنه؟ ما عنديش غير فار بس، لا ميني ولا لوتس، انا قلت لوت مش لوتس، ولا افيو. اللي بتسبق بالمقارنه هي فار فقط، هي فار فقط، فار فقط منهم. لان انت لو رجعت سلايس لورا هتلاقي ان انا قلت فار وماتش والوت، تمام، وجبت لك اللي هي بيت وسلايت الى اخره. طيب تمام تمام يا مستر. ليها سؤال تاني بيجي فيها تخلي بالكم منه، ان ممكن يلعب بالظروف اللي بتيجي وراها. يعني يا مستر، يعني ممكن يتحكم فيا، هجيبها لكم اهو عشان تشوفوها. ممكن يتحكم فيا بالمعاني دي، اطول قليلا واطول كثيرا. خلي بالكم الادفرب دي ممكن يلعب بيها هو بالشغل الكبير قوي والتقيل قوي فيها بمعاني الادفربس دي. طيب نيجي بقى ايه ملاحظات تانية يا مستر. عندي ملاحظة جامدة اللي هي ايه؟ هناك نوعان من الضمائر يأتوا بعد زان. في نوعين من الضمائر يجوا بعد زان، زان، بس الكلام ده ينطبق على زان وآز على فكرة الاتنين. يجي بعدها ضمير مفعول لوحده، او ضمير فاعل بس بشرط يجي بعديه فاعل تاني. الكلام ده ينطبق على زان او آز. ممكن يا مستر يجي بعدها نوعين من الضمائر، يا ضمير مفعول لوحده يا ضمير فاعل زائد فاعل. ازاي بقى؟ اجي اقول لك she is faster than me، او اقول لك she is faster than I am، بس فيها حتة مهمة قوي. يجي يقول لك عمر worked as hard as، وممكن يجي يقول لك عمر works، تمام، harder than نقط. لو ضمير مفعول ما عنديش اي ازمه خالص، بس هنا لازم يقول لك than she does. ليه بقى does؟ ايه اللي خلاني اخترت هنا يا مستر ام عشان انا عندي فيرب تو بي، عندي فيرب تو بي اهو. انما هنا works فعل اساسي، وهارد هنا حال. ايوه ينفع استعمل از واز مع الاحوال والمقارنه، عشان كده جبت داز. نفس الكلام، عمر works harder than me او than I do. لا مستر I do عشان works فعل اساسي. طيب عندي برضو من الحاجات المهمة قوي في الصفات، ما الفرق؟ الفرق عندي بين further وfurther. بس يا مستر دول سيرتهم بتيجي امتى دول؟ بص انا عندي حاجة اسمها الصفات الشواذ، منهم good ما بيضافلهاش ار، المقارنة منهم better than، والتفضيل ذا بيست الافضل. عندي باد، عندي باد المقارنه منها worse than اسوأ من، والتفضيل ذا worst. عندي فار المقارنه منها further او further than، والتفضيل the farthest أو the furthest. وعندي much ومني المقارنة منهم more than، والتفضيل the most. عندي a little المقارنة منها less than، والتفضيل the least. عندي اهو فارزر وفيرزر، لا في فرق بينهم لو جمع بعض في نفس الاختيارات.
كلاهما يستخدم في المقارنة للمسافات المادية. يعني يا مستر اجي اقول لك my city is farther أو further away from your house، من أبعد من بيتك your house than my house، عن بيتي أنا. يعني المدينة تبعد عن بيتك شكل أبعد من بيتي أنا لو البيوت في مسافة بينهم. further أو further away from your house than my house، هنا مقارنة مسافة مادية، هنا مقارنة لمسافة مادية. أيوة طبعا. طب امال ايه الأزمة يا مستر؟ الأزمة تبدأ تظهر في الآتي. في الآتي فين؟ هقول لك في الآتي فين. لما بقى يجيب لي الاتنين في اختيار واحد في جملة واحدة، أجي أقول لك I was about، كنت على وشك to leave أغادر، but ولكن the students الطلبة، ويقول لك asked me سألوني، ويقول لك جاب questions. مستر بقى هيجي يقول لك هنا far، وهيجي يقول لك farther، وهيجي يقول لي further، وهيجي يقول لي far as. طب ايه يا مستر هنا؟ ده جاب لي اتنين مع بعض، يبقى في فرق. التي تستخدم بمعنى او ببعد معنوي تستخدم اهو further فقط وليس further إذا قصد بعدا آخر غير البعد المادي، يعني غير المسافة المادية. وتساوي مور، وفيرزر هنا بتساوي مور. يعني هنا مستر سألوني أسئلة أكتر further question، يعني more question، أسئلة كتيرة يعني. يبقى إذا كان يقصد بيها المسافة المادية تستخدم الاثنين في المقارنة. أما إذا قصد بها بعدا آخر أي بعدا معنويا أو تيجي بمعنى مور، بستعمل further باليو وليس further بالإيه، وهنا تبقى further. طيب عندي برضو إيه الفرق بين الآتي؟ إيه الفرق يا مستر بين older و elder؟ الاثنين يستخدموا في الترتيب الأسري. يعني يا مستر الترتيب الأسري عايز أقول أخي الأكبر، أقول لك my elder brother. هي لما أجي أقول لك my older brother أخي الأكبر، تمام، is a lawyer أخي الأكبر محامي. فأقول لك older أو elder الاتنين صح. أما older فقط هي التي تستخدم في المقارنة، اللي بيجي معاها زين ويأتي معها ذان، ويأتي معها مستر زين. ازاي يعني؟ اجي اقول لك my sister أختي is older than أكبر من، هنا ما اقدرش استعمل elder، لازم اقول older than my cousin من بنت عمي او بنت خالي. هنا older يا مستر older than. اخر جزء هختم بيه المحاضرة دي هو ايه بقى؟ حاجة هتاخدوها وهتحسوها في الامتحان قوية جدا. عندي بقى حاجة اسمها مقارنة الكميات. اول ما اقول كميات اقصد اسم. اقصد ايه؟ اسم. من هنا بقى مش صفة، لا مش صفة، هنا يبقى اقصد بيها ناون. كميات يعني ناون. طب لو جاب لي اسم يا مستر وجاب لي زين، ما عنديش غير 3 اختيارات. يا فيور المقارنة من فيو بمعنى اقل، يا لس المقارنة من أليتل بمعنى اقل، يا اما مور المقارنة من ماتش ومور ومعناها اكثر. بس في فرق بقى. فيور لازم يجي بعدها اسم معدود جمع،
لس ما ينفعش غير يجي بعدها اسم غير معدود. مور مش بيفرق معاها لا اسم معدود ولا اسم غير معدود. اول ما الاقي زان والاقي اسم ما عنديش غير 3 اختيارات، يا فيور يا لس يا مور. يعني اجي اقول لك شي ميد، تمام، mistakes than her competitor، المنافسة بتاعتها. so she took، هي اللي اخدت the medal، الجايزة. وهيجي يقول لك fewer، وهيجي يقول لك less، وهيجي يقول لك more، ويجي يقول لك most. ابص على الجملة في ايه زين؟ most مش تبعي. طب ميستيكس اسم معدود جمع، ليس مش تبعي. طب ما مور يجي بعد اسم معدود جمع وفيور. المعنى بقى هي عملت اخطاء اقل من المنافس وخدت الميداليه. اخطاء اقل، يبقى طبعا الاجابه هتبقى فيور مش مور، لان المعنى عايز اقل مش عايز مور. ودي اسمها مقارنه، مقارنه ايه؟ اسمها مقارنه الكميات. كميات يعني اسماء. طب ده لو مقارنه. طب التفضيل في الكميات يا مستر، التفضيل بقى، التفضيل يبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي زي، عندي برضو 3، يا فيوست يا ليست يا موست. ونفس الفكرة، الاتنين دول معناهم الأقل ودي معناها الأكثر. بس فيوست لازم يجي بعديها اسم معدود جمع، ليست يجي بعديها اسم غير معدود، موست مش بيفرق معاها سواء معدود او سواء اسم غير معدود. طيب ازاي بقى؟ اجي اقول لك شي سكورد، احرزت، ويقول لي ذا جاب بوينتس، سو شي توك، بص بقى الفرق، ذا ميدل. هيجي هنا يقول لي ليست، وهيقول لي موست، وهيقول لي فيوست، وهيقول لي مور. طالما في ذا ما ينفعش مور. بوينتس اسم معدود جمع ما ينفعش ليست. طب عندي موست وفيوست، المعنى عايز ايه؟ المعنى عايز ذا موست. احرزت النقاط الاكثر واخدت الميدال الجايزه. ذا موست دي اسمها مقارنه الكميات والتفضيل من الكميات. برضو حته تاني هتلاقوها مرميه كده في الكتب في الاسئله، لما يجيب لي از ويجيب لي از ويجيب لي اسم، هل ينفع يسبق الاسم يا مستر ماتش او ميني؟ ايوه. ويسبقها ماتش لو جه بعديها اسم غير معدود، ويسبقها ميني لو جايب لي اسم معدود جمع، واحط از عادي. تمام. يجي يقول لك he achieved، هو حقق، as جاب work، as his friend زي صاحبه او صديقه. he achieved as work اسم غير معدود، يبقى انا هنا ماتش. اجي اقول لك he read as جاب books، واجي اقول لك as his friend. طب بوكس يبقى هنا ممكن استعمل يا مستر ميني؟ ايوه. بكده تنتهي الوحده الثانيه التي تخص الصفات، وحده قويه وحده مهمه. يلا نلتقي في محاضره قادمه. سيو، اشوفكم على الف خير. سلام.